سيستقبل طاجكستان، والفيصل الأردني سيستقبل نفط وسط العراقي. هل هو الهدف الأول في هذه المجموعة الثانية؟ كرة عرضية والهدف. الهدف في الوقت البديل، نعم. الهدف في الوقت البديل، نعم. الهدف في اللحظات الأخيرة من المباراة. ضاعت كرة وضاعت نقطة على فريق تريبولي اللبناني. خطأ فادح في المتابعة وهدف من أمجد وليد حسن، أعتقد هذا اللاعب البديل. عرضية جاسم محمد، كرة الشبلي، نعم الشبلي أخطأ في تشتيت الكرة وتمكن من تسجيلها أمجد وليد حسن لمصلحة الفريق العراقي نادي نفط الوسط. نادي نفط الوسط العراقي يتمكن من تسجيل الهدف، وهو أول أهداف هذه المجموعة الثانية، باعتبار المباراة استقلال طاجكستان والفيصل الأردني انتهت من دون أهداف. المباراة هذه كانت تتجه إلى نفس التعادل السلبي.